جماعة أنا واقعة بغرام الجهاز ده. حد يفهمني يعني إيه جهاز سعره متواضع جدا كده يقدر يعمل كل الحاجات دي وفي دقايق معدودة؟ تديله لحمة ورز يتحول لفرن مندي، وفي كام دقيقة بس يطلع لك الرز النثري المفلفل واللحمة الدايبة دوب دي. واللي يعمل كده بقى مع اللحمة تفتكروا هيعمل ايه في الفراخ؟ تديله بيض ولبن ودقيق وشوية حاجات لخبطيطة كده اهو يتحول لكيك هش ومرتفع ويهبل بالشكل ده. وعلى فكرة دي كيكة بنص مقدار. بيني وبينكم ما كنتش خايفة من ان دي اول تجربة في الحلة للكيك على قد ما كنت خايفة من ان سلمى اللي بتعمله. بس لا، ده انا جوز البت سلمى وانا حاطة رجل على رجل بقى. طب بلاش، طلعي اللحمة والخضار والصلصة والبصل والثوم وكل المكونات من الفريزر مجمدة كده الصبح وحطيهم في الحلة ودوسي على زرار وروحي شغلك هانم ملكة متوجة. هترجعي تلاقيها مسوية لك الأكل ومحتفظة بحرارته كمان لمدة 24 ساعة. التكنيك ده في الطبخ اسمه تكنيك 1 بوت ميل، ودي من أكتر الطرق الصحية في الأكل. على فكرة أمهاتنا طول عمرهم كانوا بيطبخوا كده. الأكل كان بيبقى خفيف ومن غير أي مواد دهنية، بس كانوا بيقولوا عليه أكل معمول ني في ني. طب عارفة البطاطس ولا الفراخ المقلية اللي بيبقى يوم أبيض على البوتاجاز والحيطان وريحة البيت بعد ما بنعملهم دول؟ انسي بقى الكلام ده كله، انسيه. جماعة دي بتشتغل قلاية كمان. وتفرجوا بقى على جمال البطاطس الدايبة من جوه ومقرمشة من بره دي. ولا الفراخ المقلية اللي هي مش فراخ قوي يعني. استنوا الفيديو اللي جاي عشان هبهركم بمكوناتها الاقتصادية. طب تعرفي اني شغلتها فرن عيش وعملت فيها البيتزا والتوست كمان؟ وممكن كمان تعملي فيها كسكسي وتاخدي منها احلى خضار مقرمش ومحتفظ بكل خواصه الغذائيه لو شغلتيها على خاصيه الطبخ بالبخار. ولا الفراخ المندي بتطلع دايبه دايبه وفي دقايق دقايق يا جماعه. طب نسيبنا بقى من كل اللي فات ده ونركز على الفول والرز بلبن. فاكره لما كنا بنقعد نتحايل عليهم بالساعات عشان يخلصوا؟ انسي بقى الكلام ده خالص، انسيه. في دقايق معدودة الفول هيبقى كهرمان كده، والرز هيبوش في ثواني من غير ما تقلبيه ولا تحطي فيه معلقة. حاجة كده بتشتغل على الهادي يا زبادي، وهتاكلي رز بلبن دايب دوب وكريمي من غير نقطة نشا ومن غير ما تضطري تضربي جزء منه عشان تربطي بالمكونات. بصي المنظر عامل ازاي، ولا اجدعها محل رز بلبن هيطلعوا بالجمال ده. هتقولولي طب بالنسبة للكهرباء؟ بصي بقى يا ست الكل، الجهاز بيوفر جدا في الكهرباء لانه مزود بخاصيه الانفرتر اللي بتخلي سحب الكهرباء ليه لا يذكر. ده غير ايه كمان بقى؟ تعالي اقولك على الحركه الجهنميه دي. بصي، مش الجهاز بيحتفظ بالحراره لمده 24 ساعه؟ طب الست المصريه الاصيله تعمل ايه بقى؟ تشغل الجهاز كام دقيقه بس وتفصل وما تفتحش الغطا، ومن البخار يدوب المكونات اكتر ما هي اصلا دايبه. هو اللي عمل الجهاز صحيح روسي، بس معلش بقى المصري معروف بجبروته برضه. بالنسبة للتوفير كمان عايزة أقولك إن الحلة دي هتغنيكي عن كل الأجهزة اللي في مطبخك تقريبا. ده غير توفير كهرباء غسيل الأطباق ولا المنظف بتاعها. انتي بتطبخي كل حاجة في جهاز واحد بطريقة صحية من غير دهون من غير مواعين أثناء التحضير ولا حتى أطباق. أنا بقيت أحط الأكل كله في طبق كبير كده أهو، وهو بالمرة ناكل كلنا من طبق واحد ونوريهم الدفى اللي كان بيحصل أيام ما كنا بنشارك مع بعض الأكل. طب تفتكروا اختراعاتي في الحلة خلصت لحد هنا؟ لا، ده لسه ياما في الجراب يحاوي. لسه ما شغلتهاش فرن تنور وقصص كده كتير، استنوها الأيام الجاية. الحلة اللي فيها 14 برنامج وساعاتها 6 لتر و1000 واط دي، واللي جسمها من بره ستانلس وحلتها تيفال، ما شفتش في جماله ولا في سهولة تنظيفه قبل كده. متوفرة بكميات محدودة جدا جدا وبسعر مميز جدا 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 وشحن مجاني كمان لحبايبي. بس عند كيان ستور هسيب لكم كل وسائل الاتصال بيهم في الكومنتات. صحيح نسيت اقول لكم ان الحله الراف دي هي تقريبا الحله الوحيده في السوق اللي بتدي ضمان 3 سنين. ومش قادره احكي لكم على جمال منتجات راف بالرغم من تواضع سعرها ولا خدمه ما بعد البيع والصيانه. بجد بجد ناس محترمه جدا جدا وعن تجربه. اتمنى لو اختراعاتي في الحله الرهيبه دي عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمه لطيفه زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهائي.